يا سلام الخيرات على احلى البنات. انتقدتوني في فيديو الفسيخ اللي قبل ده وقلتولي ان اللي بتعمليه ده مش بوري ولا حاجه، وفي منكم اللي قال رايه بطريقه مهذبه، وفي اللي قال بطريقه ضايقتني وخلتني احس كده ان انا فعلا انضحك عليا. وانا بصراحه كده مش بحب ينضحك عليا، بالرغم ان عادي على فكره يا جماعه، يعني ممكن بتحصل مع اي حد وينضحك عليه عادي يعني. بس من ساعة ما أدركت إن فعلا اتضحك عليا، فقررت كده إن أنا أتنصح بقى المرة دي وأجيب سمك بوري بوري المرة دي، يعني مش أي كلام. وبرضه أعمله فسيخ، أصل أنا عنادية أوي، خلي بالكم. فرحت السوق وجبت سمك بوري وهعمله قدامكم كده فسيخ، وكل الأخطاء اللي عملتها في الفيديو اللي قبل ده هصلحها معاكم في الفيديو ده. ادي السمكه البوري زي ما انتم شايفين كده. انا بفتح لكم خياشيمها المره دي بوري بوري، ما حدش يجي يقول لي ده مش بوري، لا ده انا زقلت واتقصت، وعايزه اقول لكم يعني لفيت السوق كله من اوله لاخره. جبت السمك والبوري اهو زي ما انتم شايفين، وقعدت كمان ايه اقول يا جماعه اوعى اكون طبار، يا جماعه مش عارفه ايه يعني. بصوا عملت احتياطاتي على الاخر، مفيش واحده تخش لي وتقول لي لا ده مش بوري. تمام كده. جبت اهو السمكه زي ما انتم شايفين وجبتها صبحه. انا مش عايزه الخطا اللي انا عملته في الفيديو اللي فات، ان انا رحت حاطاه من راسه تحت الميه تحت الحنفيه كده. المره دي بحاول ان انا الميه ما تدخلش جوه الخيشوم عشان ما تنزلش في بطنه. فبجيب ايه انا زي الميه بتيجي تلمس ايدي انا. تمام. وبحاول ان انا اطلع الميه، بطلع اللي هو الدم الفاسد اللي في الخياشيم بايدي بقى، كنت الاول بحط الخياشيم جواها جوه الميه، فالميه بالتالي بتخش جوه البطن فبتنفخ البطن، فتاخد وقت كبير على ما تنزل كل العصاره اللي فيها او الميه الزفره اللي فيها. المره دي ما عملتش كده. انا المره دي زي ما انتم شايفين كده بتملس بايدي وما احطش الميه الميه جوه الخياشيم عشان ما تنزلش البطن. تمام. وغسلتها زي ما انتم شايفين اهون. ادي كده اول سمك. انا كل اللي جبتهم اول عن اخر كده هما سمكتين. انا كنت جايبه في الفيديو اللي فات 4 سمكات، لو انتوا فاكرين معايا هحط لكم لينك الفيديو برضو باخطائي، يعني عشان ما تجيش وتدخلي وتقولي ده مليان اخطاء. انا اللي بعترف يا جماعه، انا الفيديو اللي قبل ده كان فيه اخطاء وجل من لا يسهو فيه اخطاء طبعا، وانت وهي وانا وكلنا بنغلط يعني، وكلنا بنتعلم من بعض يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه يعني. تمام يا حبايبي. انا جبتها اهو زي ما انتم شايفين، وبحاول برضو ما نزلش ما اجيبش الميه فيها يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده بوريكم الدم الفاسد او ده اللي هيجيب الزفاره، يعني الدم اللي بيعمل زفاره. بحاول على قد ما اقدر ما ادخلش الميه جواها بحيث انها ما تخشش البطن وينتن مني. برغم ان انا هسيبه على فكره يعني يجي 6 ساعات كده ولا حاجه عشان يصفي منه الميه. اهو بوريكم اهو المره دي بقول لكم بوري بوري اهو يا جماعه، بوري بوري اهو. بوريكم اهو السمكه ملمسها والقشر بتاعها والراس بتاعتها. المره دي انا اتنصحت خالص يعني. جبت مصفى بقى زي ما انتم شايفين كده، وهحط السمكه البوري بتاعتنا من يعني هوقفها كده زي ما انتم شايفين. انا طبعا ما كانتش راضيه تقف معايا، انا جبت حاجه بس هي مش هتبان قصادكم، هثبتها بحيث ان انا اوقفها يعني. انا بعد كده عملت كده بس هي ما بانتش قصادكم دلوقتي. طب هتحطيه فين يا ام ندى؟ هقول لك هحطه فين. المره دي بقى، المره اللي فاتت كنت حطيته في مكان عادي كده، المره دي بقى اتنصعت برضو. ما انا بص الفيديو اللي فات انا اتعلمت من اخطاء كتير. حطيته بقى المره دي في التلاجة. في التلاجة والله العظيم في التلاجة. حطيه في التلاجة وما تخافيش عليه. طلعته من التلاجة هو بعد قيمة 5 6 ساعات كده. تمام. هي طبعا واخدة، شوف وضع مقوصة شوية بس ولا يهمك، احنا هنعملها مساج دلوقتي، ده احنا هنهيئها خالص. وبصوا المية اللي نازلة منها، هي دي المية اللي نزلت منها. انا سبتها يجي قيمة 6 ساعات. بوريكم الخياشيم بتاعتها ما فيهاش نقطة مية نازلة منها ميتها، وبصوا يعني ما فيهاش ولا كلمة. تمام كده يا حبايبي. تعالوا بقى عشان ندلعها، ان نسيبها كده لا، لازم ندلعها برضو يا جماعه. هنعمل لها مساج كده، مساج من سلسله الظهر كده، عشان نفك جسمها ده اللي اتصلب ده. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا جبت السلسله من تحت
وايه والسلسله من فوق، بس ما جيتش ناحيه البطن. يعني هعمل لها مساج كده واطري جسمها، بس مش هاجي ناحيه البطن. تمام كده يا حبايب قلبي؟ زي ما انتوا شايفين كده هعمل لها مساج. ادي عملت ايه اهو، بجيب التكه من فوق. جيت ناحيه البطن؟ لا ما جيتش خالص ناحيه البطن. تمام كده؟ بوريكم اهو، بقول لكم اهو دي بوري اهي. بوري علشان الكومنتات اللي جات لي في الفيديو ده والله العظيم بجد وجعت قلبي، وجعتني بجد. اتضايقت جدا من ان انا اتضحك عليا، او مش يا عم يا ستي انا يعني الناس كلها بتضحك عليها. بس اللي وجعني كومنتاتكم البايخه بقى بصراحه. يعني في اللي قال لي نضحك عليكي بس بطريقه يعني نصيحه، بطريقه نصيحه، ادتني نصيحه وادتني معلومه كده. انما في اللي يقول لي ايه، روحي يا فالحه، روحي يا مش عارف افكر نفسك ايه. كلام ضايقني يا جماعه والله. يعني ده الكلمه الحلوه صدقه يا جماعه. يعني خلوا كده كومنتاتكم كده تنص عنكم وعن تربيتكم. مش مهم بقى، انا بوريكم دلوقتي اهو ان البوري 3 صوابع كده، تعرفوا كده ان ايه، ان دي فعلا كده بوري. ال3 صوابع يبقى كده دي بوري. تمام كده؟ حلو تمام قوي. تعالى نجيب بقى محتوياتنا. ادي الشطه، وادي الكركم، وادي الملح الرشيد. هنجمع كل كلامي ده بقى مع بعضه، وده برضه عملناه في الفيديو اللي فات، ده ما غلطناش فيه. تمام كده؟ ده ما 1 زائد 1 بيساوي 2، احنا ما غلطناش في ده. احنا كل اخطائنا قلنا عليها. جبت بقى كده ادي الملح والشطه والكركم وايه، ومش هزود في الكركم عشان لو زودت في الكركم هيمرر لك الايه، الفسيخ. لا انا بحط معلقه صغننه كده، معلقه شاي صغننه وخلاص. تمام كده؟ والشطه على حسب استخدامك. يعني عايزه اقول لكم الشطه حطيتي كتير حطيتي شويه مش هيخليه مشطشط زي ما انتم متخيلين. انا نفسي كنت متخيله كده لما احط شطه كتير هيبقى مشطشط كده بقى وايه وسبايسي. لا على فكره مش بيبقى كده. يعني ممكن في ناس بتعمله بملح بس، ملح بس، وبيبقى حلو قوي برضو يعني. بس هي افتكاسات خلي بالكم يعني. المهم انا جيت دلوقتي جبت مناديل اهون، وايه حبيت برضو ان انا امسح الخياشيم عشان ضمان لاي حاجه ما يكونش في الخياشيم، بحيث ان انا ايه ما يكونش ما فيش 0% كده انه يعفن مني ولا يعمل اي حاجه. بعمل احتياطاتي كامله المره دي يعني. تمام كده يا حبايب قلبي؟ فبنشف اهو زي ما انتم شايفين، وبنشف من البق زي ما انتم شايفين كده. بحاول ان انا انشف خالص، عشان انا المره اللي فاتت انا ما حطيتش ملح جوه في البق من جوه. دي غلط برضو مني. المره دي هحط الملح بالحاجات بتاعتنا دي جوه البق بقى المره دي، يعني في الخياشيم وجوه البق برضو. تمام كده يا حبايب قلبي؟ زي ما انتوا شايفين كده. وهروح جايبه بقى السمكه بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين، وهجيب وابتدي املح. الاول اهو هفتح البق معاكم، وهحاول ان انا ادخل فيها. ليه بقى؟ لان الملح عشان برضو ما يدوتش منك ولا يجرى له حاجه معاكي يعني، وتحس ان هو من جوه كمان طري كده وزبده خالص. وجبت في الخياشيم اهو، وكل ما اجيب في الخياشيم اروح اضغط علشان ان ايه، بحيث ان الملح بالشطه بالكركم ايه يثبت جواه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بحاول ان انا احط اهون قدامكم بحيث ان ايه، ان مفيش حاجه يعني تعديني المره دي. يعني بصراحه انا مهتميه بالفيديو ده. والمره دي بقى رحت التانية هي انا فتحت بقها اهون، وبحاول ادخل الملح الملح ايه جواه. ممكن على فكره تعمليه بملح بس، ملح ابيض بس، ملح خشن بس عادي، وهيطلع نفس النتيجه. انا عايزه اقول لكم المحلات الكبيره ما بتعملش كلامنا ده، احنا بس اللي في البيوت بنعمل الكلام ده، بنفتكس يعني. انما اللي في المحلات الكبيره لا والله بيعملوا عادي يعني، ملح وبس، وملح وكفى، لا شطه ولا كركم. وفي ناس بتحط زيت، انا برضو ما حطيتش زيت، لا شطه ولا كركم ولا الكلام ده، خالص ملح وبس، وملح وكفى يعني.
جبت اهو، جبت الكيس بتاعي وحطيت طبقه ملح اهو زي ما انتم شايفين. تمام كده. وهجيب السمكتين بتوعي، هما سمكتين اللي انا جبتهم وكفى يعني. هخليهم بقى خلف خلاف. انا بوريكم هنعملوا كده، قلت لكم لا، احنا هنعملها المره دي خلف خلاف، راس وديل. المره اللي فاتت برضو عملت راس وديل والله، يعني دي برضو مش ده مش خطأ انا عملته. تمام كده، عملت راس وديل. واجيب بقيه الملح بتاعي بقى واحطه كله على الوش. يعني انا اصلا هعمل بيه ايه؟ عايزه اقول لكم ان كميه الملح او كميه الملح لو كتيره مش هتملحه قوي يعني. اللي هيملحهولك قوي المده انت هتعمليه في قد ايه. لو انت مثلا فتحتي عليه بعد اسبوع مش هيبقى مالح قوي، فتحتي عليه بعد 10 ايام يبقى مالح سيكه. هيبقى كل ما تسيبيه هو ده اللي هيبقى مالح معاكي فيه. انما لا كتر الملح ولا ليته هو ده اللي بيملحهولك على فكره. ده اللي انا اكتشفته يعني. المده اللي هتسيبيه فيها هو ده هو ده اللي انت عايزاه مالح او عايزاه عادب، هو من المده مش اكتر. تمام كده. طبعا انا قلت انا اودي الملح ده كله فين، رحت المهم ايه حطيته على وشه. ويلا بقى يلا ارزعي بقى كام كيس كده بقى واسترتش وايه وهنكمره خالص بحيث ان مفيش نقطه هوا تدخله. انا اهو يعني ربطته، وهجيب بقى لفات استرتش كده وهبرمه دلوقتي قدامكم. هتشوفوا انا هبرمه ازاي دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم انا نسيت اقول لكم ان انا جبت السمك ده على كام. انا كنت جايبه السمك ده يعني كان فيه بوري على 170، انا جبت دون على 170، انا جبته بعد المره دي كمان على 120 والله. فعلى فكره هو بيختلف من بياع لبياع. يعني انا دون اللي قدامكم ده انا جبته على 170، انما جبت بعد دون بعد المره دي كمان اللي قدامكم دي مره تانية شويته، لا جبت على 120 وكان بوري والواحده نص كيلو وكان جميل جدا. يعني مالوش سعر معين. يعني في ناس في الكومنتات قالت لي انا جايباه ب 250، وفي ناس قالوا لي ده انا جايباه ب 120. انا فعلا جبته ب 120 وبس ده جبته ب 170. تمام كده. كده لفيته باسترتش اهو زي ما انتم شايفين كده. ومش هسكت على كده، لا ده انا مش هسكت على كده، انا كمرته خالص باسترتش اهو. وبرضك هحطه برضو هحطه برضو في اكياس تانية. انا بوريكم ان انا كمرته اول كاميرا يعني تويناه اهون ايه اول دي كده، اول يعتبر كده اول مرحله يعني. انا هجيب اكياس تاني اهو بقى. طبعا الاكياس عندي صغننه، فانا ايه فبقيت اجيب البس راس وراس كده، يعني ايه راس وديل في اكياس. يعني ادي كده من هنا ورحت جايبه من الناحيه التانية كمان. اعمل ايه، ما انا عندي الاكياس بقى مش كبيره يعني. فبقيت احاول ان انا ايه او يعني بقيت اركبهم في بعض وايه وابرم، اركب وابرم اركب وابرم زي ما انتم شايفين كده. وادي كيس كمان اهون بحيث اني ايه ما يبقاش فيه نقطه ما ينزليش ميه خالص. انا عايزه اضمنه ان هو ما يدخلوش هوا خالص. عايزه اكمره كامره حلوه يعني من الاخر. وسمعت برضك اني لازم وانت بتحطي الاكياس تجيبي اكياس اللي هي السودا بقى عشان تبقى عتمه شويه، عشان هو الفسيخ هيتعمل في العتمه لما ما يبقاش فيه ضوء كمان ليه. انا مش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط، قولوا لي برضو في الكومنتات. انا عملت كده يعني، بس قولوا لي برضو في الكومنتات ان كان المعلومه دي صح ولا غلط. يعني انا عملت كده، جبت كده فضلت الف باكياس وفي الاخر جبت بقى اكياس اللي هي السودا برضو يعني. قفلت الدنيا على الاخر يعني. شوف جبت بقى الكيس اللي هو كيس اسود اهون. وطبعا مش هيقضي لانها كانت طويله، فرحت جايبه الكيس بالتاني من الناحيه التانيه. واكمر بقى المره دي بقى اجيب بقى الاسترتش كمان بحيث ان انا ايه اكمر خالص بقى. زي ما انتم شايفين كده هتشوفوا دلوقتي معايا. انا هروح جايبه جبت الاسترتش اهو زي ما انتم شايفين كده. يلا لفي بقى لفي بقى لما تقولي يا بس لغايه ما تحسي ان هي اتبرمت معاكي على الاخر. زي ما انتم شايفين كده.
هفضل بقى اجيب من فوق ومن تحت ومن الجناب بحيث اني مفيش نقطة هوا تدخله. ما انا واخدة احتياطاتي بقى المرة دي، يعني اخطاء اللي فاتت، بس بصراحة انا كمرته المرة اللي فاتت برضه، يعني نفس اللي عملته هنا ده وانا عملته في الفيديو اللي فات برضه على فكرة. انا هحط لكم لينك الفيديو عشان تشوفوا اخطائي في الفيديو اللي فات واللي انا صلحته في الفيديو ده، زي ما انتوا شايفين كده. عملت اهون زي ما انتوا شايفين كده، وخلصت البقرة عليه، والبقرة دي غالية على فكرة. انا خلصت اهون، وهحطه بقى في ايه، في مكان انا حطيته في برطمان كده، وحطيته في مكان انا ما بستخدموش كتير. حطيته لمدة قد ايه، هحطيته لمدة 10 ايام عشان انا مش ما بحبوش مالح قوي. وهتشوفي بقى انا عملته ايه لما اجي افتح عليه، هوريك انا عملته ايه. ومنتظرة تعليقاتكم الجميلة 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 مش الوحشة. وان كنت وصلت معايا بقى لغاية هنا، ما تنسيش باللايك الحلو بتاعك والشير. وباي يا احلى متابعين في الدنيا، وبحبكم في الله كتير خالص.